هذا وقد احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة في مظاهرات للمطالبة بالإصلاح وبوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. جاءت المظاهرات تحت شعار جمعة تصحيح المسار. مراسلنا من القاهرة توفيق أحمد تابع المشهد. كثيرة هي التظاهرات في مصر ما بعد الثورة، وكثيرة هي مطالب المحتجين. وفي جمعة أطلق عليها تصحيح المسار، عشرات الآلاف توافدوا على ميدان التحرير، وقد ارتسمت على وجوههم حماسة لا تخلو من الإحباط بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية. جايين لمطالبنا برضك ومطالب الثوار، العدالة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. المطالبة بإسقاط الحكم العسكري بشكل نهائي، إسقاط المجلس العسكري وتعيين المجلس الرئاسي مجلس رئاسي ثوري. في حد اقصى للاجور، في ناس بتاخد اكتر من 10 مليون او بياخد اكتر من مليون، في ناس بتاخد 400 جنيه 500 جنيه. مجلس عسكري او وزاره ماليه او وزاره عفاريت قرار بسيط جدا انه يقدر يقول الحد الاقصى للاجور ينزل ما يزيدش عن مليون او 800 الف في السنه بحيث يزيد الاجور، والحد الاقصى للاجور بيعالج الحد الادنى للاجور. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتقتلوا في الثوره وبتسلطوا الناس. المواطن العادي في الشارع عايزه يعمل انقلاب على الثوره، لا انتوا اللي بتخونوا الثوره، وانتوا مش. المشهد في ميدان التحرير بأيام ثورة 18، واعتبر كثيرون أن الثورة المصرية باتت على المحك. نحن هنا اليوم للتأكيد على مطالب الثورة، وعلى أن مطالب الثورة لم تتحقق كاملة بعد، وعلى أننا سنظل معتصمين وسنظل مرابطين في كل في مكانه حتى تتحقق هذه المطالب كاملة بإذن الله. غاب رجال الشرطة والجيش تماما بعد إعلان رسمي بذلك، تجنبا لأي احتكاك مع المتظاهرين، وأصبحت مسؤولية تأمين التظاهرات على عاتق منظميها. اللجان الشعبية طبعا بتبقى واقفة، والشباب كلها ما شاء الله زي الفل، وبيخشوا كل اللي داخل بيخش يبرز بطاقته وبنشوفها وبيخش عادي مفيش أي مشاكل. وبعد ساعات من الهتافات في الميدان، توجهت مسيرة إلى دار القضاء العالي مطالبة باستقلال القضاء. وبينما شارك عشرات الأحزاب والحركات السياسية، تغيب معظم قوى التيار الإسلامي فضلا عن حزب الوفد الليبرالي عن الميدان، وذلك إما لاختلاف على المطالب المرفوعة أو لعدم التنسيق. بدأت أسماء المظاهرات التي أراد منظموها أن تكون مليونية في مصر ما بعد الثورة، لتصطحب معها جدلا بين القوى والأحزاب السياسية المتعددة، وتظهر كيف يكون الانقسام بينها وكيف الالتقاء. توفيق أحمد، BBC القاهرة. وصلت مجموعة جديدة من الضباط المؤيدين للعقيد معمر القذافي إلى مدينة أغاديز في النيجر، بينهم قائد سلاح الجو الليبي